السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم محمود؟ الحمد لله يا حبيبي. مين؟ انا اسلام، زميل مروه بنت حضرتك، معاها في الشغل. اهلا وسهلا. ازيك يا اسلام يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله انا تمام بخير والله. يا رب دايما. الله يخلي حضرتك. انا كنت واخد رقم حضرتك من مروه وقلت لها تعرف حضرتك ان انا هكلمك. يا حبيبي، هي كانت قايله لي انك طلبت رقمي. تحت امرك، اتفضل. والله يا عم محمود انا عارف ان الكلام اللي هقوله لحضرتك دلوقتي ما ينفعش يتقال في التليفون وكده، بس والله غصب عني. انا في تدريب تبع الشغل بره مصر ولسه قدامي شهر او اقل عقبال ما اخلص الدوره اللي انا جاي اخدها. ولا يهمك يا اسلام، اتفضل يا بابا انا معاك. طيب انا يا عم محمود طالب من حضرتك ايد مروه. طيب يا ابني، ده طلب يطلب في التليفون؟ والله مش حقك على، انا اسف. انا بس من ساعه ما خدت القرار وانا متوتر ومش قادر انتظر لحد ما انزل مصر واعرف راي حضرتك. ما هو انا برضو يا ابني لازم اقعد معاك ومع اهلك ونتعرف الاول، مش دي الاصول؟ والله بامر الله ان شاء الله باذن الله هكون عند حسن ظنك، واهلي ما يتخيروش عنكم، ناس طيبه ومحترمه، وحضرتك برضو خد وقتك واسال عليا وعلى عيلتي. طيب مش لما تعرف راي العروسه الاول؟ بامر الله ان شاء الله باذن الله العروسه موافقه. طيب لما انت يا اسلام واثق من نفسك كده، ايه اللي قلقك يا ابني ومخوفك من الانتظار لحد ما ترجع بالسلامه؟ ان بس مش عاوز اتعشم نفسي زي المرات الكتير اللي قبل كده. اقابل بنت كويسه واشوفها ام لاولادي واروح اتقدم لها، واهلها يعقدوا الدنيا على الطلبات والتجهيزات والامكانيات الماديه. اسلام، انت بتصلي؟ الحمد لله. بتراعي امك وابوك؟ اسالهم عني. شايل نفسك وتعرف تشتغل اي حاجه عشان تجيب القرش؟ ياما اتمرمطت والله يا عم محمود عشان اكون قد المسؤوليه. تمام يا اسلام، عرفني امكانياتك الماديه ايه؟ انا حضرتك وقبل ما تقول، عاوزك تقول اللي على قد طاقتك بالظبط، لا اكتر ولا اقل. انا اولا لسه ما اتثبتش في الشركه وشغال بعقد، مرتبي 5300، وبشتغل مع والدي في المحل بتاعه برضه عشان اسند الدنيا وازود الدخل شويه. وايه كمان؟ ومش معايا شقه ملك، بس هأجر شقه اوضتين وصاله يعني كده. اما الجهاز فانا بصراحه عاوز نتفق انا وانتم نجيب الحاجات اللي احنا هنستخدمها في حياتنا في الاول. يعني انا مش عاوز اكلفكم جهاز كتير، وفي نفس الوقت انا مش حابب اخش في ديون ودوامات الاقساط بتاعه الجواز. يعني مثلا طبعا هنجيب اوضه نوم، والاوضه التانية ممكن نفرشها سرير واحد حتى عشان لو في ضيف جالنا، وبلاش اوضه اطفال دلوقتي يعني لحد ما ربنا يرزقنا باطفال، لان زي ما حضرتك عارف الطفل اللي بيجي بيفضل نايم وسط ابوه وامه لحد ما يكمل 3 سنين. ومن ضمن برضو الحاجات اللي ملهاش لازمه النيش، بلاش نيش ولا صالون ولا انتريهات غاليه، هي ركنه حلوه كده شيك قصادها شاشه بسيطه برضو، وتلاجه تحفظ الاكل، ومطبخ صغير فيه شويه الحاجات اللي هناكل ونشرب فيها انا وهي ولو في ضيوف جولنا. ومش ضروري سفره، ممكن نجيب ترابيزه بتتلم كده حلوه تشيل 4 افراد. حتى الهدوم مش لازم نجيب هدوم تكفينا لمده 3 سنين قدام، ولا 20 فوطه ولا 10 اطقم سرير، نجيب اللي يكفينا في اول فتره الجواز. اما بقى بالنسبه للفرح فانا هعمل عزومه كبيره للجماعه عندكم وعندي في الحنه، والدخله زفه عربيات بس كده. فانا عاوز اسمع راي حضرتك في اللي قلته، وقبل ما حضرتك ترد حابب اقول لك ان والله دي ما قدرت حاليا، والله لو معايا اكتر ما عايز حاجه عن مروه، واوعدك ان هتقي ربنا فيها، وكل ما ربنا يوسعها عليا والله ما استخسر فيها حاجه، وهجيب لها شقه اوسع واجدد لها جهازها كمان واللي هي عاوزاه والله. بس حضرتك تعتبرني ابنك وتقف جنبي في الاول عشان اعف في نفسي، واتمنى من حضرتك انك توافق. وانا ايه ما يخلينيش اوافق؟ يعني بجد حضرتك موافق؟ بص يا اسلام، طول ما انت راجل وبتعرف ربنا وبتشتغل وقادر تفتح بيت ما اقدرش ارفضك، حتى لو كانت امكانياتك بسيطه. ايه المشكله؟ الجهاز والشقه والحاجات دي كلها شكليات، بكره ربنا يكرمك ويوسع عليك ويرزقك بالاحسن يا ابني. المهم انك تكون راجل وتخاف على بنتي وتكون حنين عليها. بنتي كده كده شبعانه، ولا هتقول لك هات لي ده ولا اشمعنى فلانه وانا لا. ومش معنى ان انا بسهل معاك الامور ان بنتنا مش غاليه، انا بنتي ما تتقلش بكنوز الدنيا، فمش هقعد معاك اتمنها بشويه خشب ومصاريف ملهاش لازمه، وعشان كده مش هقف معاك على شكليات. وانا لو عقدتها لك انت والشباب اللي زيك اللي عاوزين يعفوا نفسهم ويعيشوا بالحلال في الايام الصعبه دي هيعملوا ايه؟ وانا بديها لك كلمه اهو، اول ما ترجع مصر هستناك انت واهلك عشان نتعرف على بعض.